الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، بين المصنف رحمه الله تعالى في الأصل الثاني أصلا عظيما، وذكر ركنا عظيما وأصلا عظيما من أصول ديننا، ألا وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأصل أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فمعلوم أن الاجتماع مطلوب، ومعلوم أن الاجتماع لا يمكن أن يكون إلا بإمام، ولا يمكن أن يوجد الإمام وينفع الله به إلا بالسمع والطاعة له. فلهذا صار هذا الأصل من الأصول العظيمة من أصول ديننا السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. هذا الأصل الذي سلم به أهل السنة وحاد عنه أهل البدع والأهواء والزيغ والانحراف، ولا يزال إلى يومنا هذا من يدعو إلى طاعة ولاة أمور المسلمين يلمز ويطعن فيه بأسوأ الطعون وبأسوأ الألقاب، بأنه عميل أو بأنه مداهن أو بأنه دنيوي. وإلا فهؤلاء جهلوا النصوص من القرآن والسنة التي تدعو إلى طاعة ولاة أمور المسلمين. فربنا عز وجل أمر بذلك في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواترت الحديث عنه في بيان هذا الأصل العظيم الذي فيه صلاح الدين والدنيا. فلا يمكن أن تتم مصالح العباد الدينية والدنيوية إلا بوجود إمام، ولا يمكن أن يوجد الإمام إلا بطاعته والسمع والطاعة له. فبوجود الإمام والسمع والطاعة تحصل كثير من المصالح، يسود الأمن وينتصر للضعيف ويعطى المظلوم حقه، وأيضا يحق الحق ويدفع الباطل، ويتصرف الناس في مصالحهم الدينية والدنيوية، وأيضا يعز الدين وأهله بوجود الإمام. ولا يمكن أن يوجد الإمام إلا بالسمع والطاعة له. ولهذا فهذا الأصل دل عليه كتاب الله عز وجل، وأيضا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بأولي الأمر هنا هم الأمراء، ومنهم من ذهب أن المراد بأولي الأمر هنا هم العلماء. والراجح من أقوال أهل العلم أن الآية تشمل النوعين، الأمراء وتشمل أيضا العلماء. فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه طاعة مطلقة، ربنا عز وجل يطاع طاعة مطلقة، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يطاع طاعة مطلقة، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأما ولي الأمر فإنه يطاع في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أمر بمعصية، أمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإنه لا يطاع، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، ولأن حق الله عز وجل أوجب من حق ولي الأمر. فربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله منكم يدل على أن من شرط الإمام أن يكون مسلما، أما إذا كان كافرا فلا طاعة له، وإنما يجب أن يسعى في إزالته إن كانت المصلحة في إزالته، وإن كانت عند المسلمين القوة والقدرة على إزالته. إذا كان غير مسلم فلا طاعة له،
وإنما النصوص الواردة في طاعة ولاة أمور المسلمين إذا كانوا مسلمين. أما إذا كانوا كافرين تولوا الحكم ووثبوا على الكرسي فهؤلاء لا طاعة لهم، وإنما يدارون مداراة، ويجب إزالتهم إذا أمكن ذلك. وأيضا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وربنا عز وجل هنا أمر بالوفاء بالعقود، سواء كانت في باب العبادات من صلاة وصوم وزكاة، أو كان في باب المعاملات من بيع وشراء ونكاح وطلاق وغير ذلك. ومن هذه طاعة ولاة أمور المسلمين، فإن طاعة ولاة أمور المسلمين من هذا الأمر، من باب الوفاء بالعقود في باب المعاملات. وولي الأمر يطاع ويوفى له بالعقد سواء بايعته أو بايعه غيرك، لأنه قد أجمع العلماء على أنه لا يشترط ليكون مطاعا أن يبايعه جميع المسلمين، هذا لا يمكن. لكن لو بايعه أهل الحل والعقد فهذا يكفي لكونه إماما، وتجب على المسلمين طاعته. تعتبر البيعة في عنق كل مسلم في البلد إذا قد بايعه أهل الحل والعقد. وأيضا يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأيضا الآيات في الأمر بالاجتماع فيها الأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين. وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث التي تأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف، من ذلكم حديث حذيفة بن اليمان الطويل في بيان الدعاة على أبواب جهنم. قال حذيفة: أرأيت يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أفرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا متفق عليه. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أيضا هو في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر مرة واحدة، فاضربوا عنق الآخر. فيه السعي إلى استتاب الأمور، وأن من جاء ينازع ولي الأمر فإنه تضرب عنقه ويقتل لئلا يؤدي إلى حصول فتنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما نكر في سياق الشرط فيفيد العموم، لا يشترط في هذا الإمام أن يكون متوليا على الدنيا كلها، بل كل من كان إماما في قطره وبلده فيشمله هذا الحديث. وأيضا من الأحاديث الدالة على ذلك حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فهذا الحديث فيه وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، ولو كان هذا الأمير ولو كان عبدا، كما جاء في هذا الحديث. وفي حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. فلا يشترط في الإمام الذي يطاع أن يكون هاشميا ولا أن يكون قرشيا، فلا عبرة بنسبه سواء كان عربيا أم عجميا. إذا كان مسلما وتولى أمور المسلمين فيجب أن يطاع في طاعة الله عز وجل. وأيضا من هذه الأحاديث التي تدعو إلى طاعة ولاة أمور المسلمين حديث عبادة ابن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا يجوز نزع اليد من الطاعة إلا بوجود الكفر البواح، الكفر الظاهر، الكفر المعلن الذي لا شبهة فيه. فهنا
لا بأس بالخروج عليه إذا كان عند المسلمين قدرة، لأنه يصير بذلك كافرا، ولا ولاية للكافر على المسلمين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لن يكون الأمر فيه احتمال ولا يكون الأمر فيه شبهة، بل الأمر في ذلك واضح أنه يخرج عن الشريعة ويكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا لا طاعة له. وأيضا من هذه الأحاديث الواردة في طاعة ولاة أمور المسلمين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه البخاري. وأيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة قال: عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. رواه مسلم. وأيضا في حديث ابن مسعود قال: إنه سيكون عليكم أمراء إنها ستكون أمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنها ستكون أثرة، نعم لفظ الحديث: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. انظروا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون أثرة، يعني أن ولي الأمر يستأثر بالأمور ويأخذ الأموال ويعطي أصحابه ويمنع الناس. فهل هذا يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين؟ قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول كما في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، أو من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا رواه مسلم. أيضا في حديث ابن عمر: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك إلا أن تؤمر بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري من حديث ابن عمر. هذه الحديث كلها فيها دلالة على وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين إذا كانوا مسلمين. لا يشترط أن يكون عادلا، بل يطاع سواء كان عادلا أم كان ظالما، سواء كان محسنا أم كان مسيئا، سواء كان منفقا أم كان ممسكا، في جميع الأحوال، سواء كان عربيا أم كان عجميا، في جميع الأحوال يطاع. ينصح له كما في حديث عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا أصل عظيم علينا أن نعتني به، وعلينا أن نشيعه وننشره، لأن بذلك يسود الأمن وتحصل المصالح، يقام الجهاد في سبيل الله وتؤدى الشعائر وتحصل المصالح العظيمة للناس في الدين والدنيا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم بقدر هذا الأصل لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا إمامهم لما يعرفون أنه في عدم مبايعة الإمام تحصل الفوضى ويحصل القتل والقتال. فأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع الجميع على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا أصل عظيم سلم به أهل السنة، وخالف فيه
أهل البدع. وسنذكر إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على هذا الموضوع. إلى هنا والحمد لله.